بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأهلنا في السودان الشقيق، ربنا يحفظهم ويجمعهم على كلمة الحق وينصر أهلنا في فلسطين، آمين يا رب العالمين. ودعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم. ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل، آمين يا رب العالمين. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. وأيضا ما تنسوش تعليقاتكم، منتظر تعليقاتكم على كل الموضوعات اللي بنتكلم فيها. أول تعليق معانا عن الكابتن شوبير. كابتن شوبير واستضافته ليانيك فريرا المدير الفني، للمداخلة اللي عملها معاه. وشفنا كلنا كلام كثير قال يانيك فريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك. كلام صعب قوي قوي على نادي الزمالك، وإهانة كبيرة قوي قوي لنادي الزمالك. يحسسك قد ايه ان المسؤولين في نادي الزمالك او اللي بيديروا نادي الزمالك مش عارفين قيمه نادي الزمالك، اللي كل شويه يطلعوا على الشاشات ويتشدقوا: الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، الزمالك هو احسن، مش عارف ايه، الزمالك يعني هم ماشيين على راي المثل اللي بيقول اشوف امورك او اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. وهذا المثل ينطبق على مجلس اداره نادي الزمالك. شوفوا ما هم بيتكلموا طبعا علشان خاطر الجمهور والكلام ده كله، تشوف تصرفاتهم اللي بيحكي عنها وبيتكلم عنها كل من تعامل معهم، يقول لك الناس دي ماشيه كده، ولا في دماغهم زمالك، ولا في دماغهم سمعه زمالك، ولا في دماغهم سمعه نادي مصري، ولا سمعته، ولا في دماغهم سمعه الكره المصريه، ولا اي شيء. يا اخي، او انا كاهلاوي زعلت ان لما حد يجي اجنبي يشوف نادي مصري ويشوف المصريين اللي بيتعاملوا في الرياضة المصرية، ياخدوا هؤلاء نماذج، يكون رأي عن المسؤولين عن الرياضة في مصر، يكون رأي عن الرياضة المصرية، يكون رأي عن الأندية الرياضية المصرية. ما أنت في الأول واخد نادي مصري. الراجل ده لو حد يجي يدرب في، ما أنت نموذج بالنسبة له، ممكن يبني عليه ويقيم عليه يقيم على هذه التجربة الكرة المصرية بمسؤوليها بكل شيء. يعني شيء بشع لما تسمع. الغريب بقى في كل ده ان جمهور نادي الزمالك، وهنيجي دلوقتي لتصريحات يانيك فريرا، الغريب بقى في كل ده ان جمهور نادي الزمالك ساب القصه، وساب الشكاوى اللي اشتكى منها يانيك فريرا، وساب الكلام اللي قاله المسيء لنادي الزمالك، مش لان هو اللي بيسيء، بينقل احداث حصلت وحوارات سواء من جون ادوارد او مجلس اداره نادي الزمالك، او الفلوس او الاداء او نقل. كل ده سابوا الازمات، والمفروض السؤال الطبيعي في مجلس اداره نادي الزمالك من هذا الكلام، وازاي الكلام ده يحصل اساسا، وليه الاستهانه بنادي الزمالك. مسكوا في شوبير. انت يا شوبير جايب لنا دافع شوبير ليانيك بيريرا عشان يشوه سمعه نادي الزمالك. دائما وابدا جمهور نادي الزمالك باعلامه الا قليلا، يعني الا اذا كان في بعض الناس زي مثلا احمد الخضري خلاص رصيد حسين لبيب وهشام ناصر بالنسبه له نفذ، يعني انتهى، لقد نفذ رصيده. فبينتقد، قال لك مجلس اداره ده الوحيد اللي ده الوحيد يعني اللي انا شفت تعليق سلبي او انتقاد لمجلس اداره نادي الزمالك بعد كلام يانيك احمد الخضري. قال لك بعد تصريحات يانيك فريرا مجلس لبيب اهان الزمالك، ودي حقيقه. بعد التصريحات اللي انت تسمعها دلوقتي بشعه بشعه صعبه جدا. الجمهور على السوشيال ميديا، وانا ما اعتقدش ان ده جمهور نادي الزمالك، اللجان والناس واللي بتاخد واللي بيقبضوا واللي الكلام ده كله، واخد بالك؟ شوبير داخل علشان يفسد نادي الزمالك ويدمر نادي الزمالك، كل همه تشويه نادي الزمالك. يا حبيبي الحاجات اللي قالها يا ريبيري حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت، بس انت طالع يا شوبير تقول لي علشان تقدر يا شوبير تقول. شوبير ما بيقول اكتر من كده، والاعلام بيتكلم اكتر من كده. بدل ما توجه اللوم لمجلس ادارتك، ازاي ما يصحش يانيك فيريرا يتعامل بهذه الطريقه؟ ما يصحش اسم نادي الزمالك يكون ما فيش فلوس فيه تدفعوا خدمه منصه اللي هي بتاعه التحليل. طب تعالوا نشوف يانيك فيريرا قال ايه مع الكابتن احمد شوقي. يانيك فيريرا قال لك ايه؟
يعني فيما يخص تسوية الأمور المالية. قلت لحضراتكم قبل كده إن يانيك فيريرا ليه 8 شهور بقيت عقد يدخل له مثلا بحوالي 300 وحاجة 300 ألف دولار، كلام يعني مش مبلغ كبير يعني. هم نادي الزمالك، مصدر من نادي الزمالك قال لك والله توصلنا لاتفاق مع الراجل هيتم خصم منه 3 شهور، او هو هيتنازل عن 3 شهور وهنديله 5 شهور. هل ده الكلام اللي الزمالك صدره؟ وانا وقتها قلت لحضراتكم الراجل قاعد مستني على امل حد يكلمه، مستني في الفندق على امل حد يكلمه، ما حدش كلمه. المفروض كان يسافر لكن قعد فتره مفيش. قال لك ايه؟ لم اصل لاي اتفاق مع الزمالك بخصوص مستحقاتي الماديه. حلو. وقال كمان انه ارسل اخطار لهم، ارسلت اخطار آه وقلت لهم انكم لا تحترموني. قال ارسلت اخطار لنادي الزمالك وقلت لهم انكم لا تحترموني. قلت ايه يا عم؟ قلت ما بيحترمونيش ليه يا عم؟ قلت لهم عايز مستحقاتي. فما حدش سأل فيا ولا قدر ولا احترم التوأم. قال لك بعد كل ده قدمت شكوى في الفيفا وكنت صبور على نادي الزمالك، ولكن لم يحترم وعده معي. نادي الزمالك ومسؤوليه لم يحترموا وعدهم معي. قال لك الصحفيين قالوا لما كنت بدرب عدو وماشي بشكل طبيعي جدا، يعني فاجئت ان الصحفيين قالوا انه تم طرد من نادي الزمالك، ان انا مشيت من نادي الزمالك او تم اقالتي او تم طرد من نادي الزمالك. وانا ما صدقتش الكلام بتاع الصحفيين يعني. اتكلمت مع جون ادوارد، تواصلت مع جون ادوارد، قال لي انه مشغول مش هيقدر يرد عليا. قال لا 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 انا لا، مش ده الفارس اللي انتوا كنتوا جايبينه يا عم وعملتوا اعلان والرايات الحمر والبتنجان سيبك من المكايده، انتوا شاطرين بس في المكايده والخيبه، لكن خيبتكم تقيله. راجل لما يبقى موجود عندك ما يمشي بطريقه محترمه، ما يمشي بطريقه شيك، الناس هتقابله هتكلمه تحملنا، هندفع لك على اقساط، لا والله بعد شهرين، لا والله احنا بس المعامله يا اخي خده بالراحه وعامله معامله كويسه، يقدرك ويقول لك ان الناس قدروني وبتاع، حتى هنقول بعد كده ما دفعوش ولم يلتزموا بوعودهم يا اخي تعثروا ما فيش معاهم. لكن فكره ان المدير فني يتواصل مع مدير الكوره عشان يساله، مدير الكرة يرد عليه بكل انتكه يقول له لا مش فاضي دلوقتي، مش فاضي ارد عليك دلوقتي. ليه يا عم؟ هو انت بتكلم واحد بواب يا عم الحاج؟ والبواب كمان له احترامه، ما ينفعش تتعامل معاه بالطريقه دي. ايه ده اللي قالوا فيما يخص رحيله قصه جون ادوارد ومجلس اداره الزمالك وما تواصلوش معاه وتقدم بشكوى ويشيل يا حسين يا لبيبو، بس ما ترجعش تقول بقى ان دي قضايا متراكمه عليا واحكام متراكمه عليا من ايام مجلس مرتضى منصور. لا، كل الاحكام اللي صدرت دلوقتي سواء كريستيان جروس او جوميز ورفاقه او اللي جاي بعد كده يانيك فيريرا، ولسه في مشلاك، ولسه في ابراهيم نضاء، ولسه في حوارات، ولسه في حد كمان، ده ناس اسماء كتير جايبه عن ذهني يعني. عمر فرج خلال الفتره المقبله، اللاعب اللي صلاح مصدق برضه، وفي حد ممكن غير الانديه بقى، اتحاد الزمامره والانديه بتاعه البرتغال اللي جبتوا منها اللعيبه الاوكراني وشيكو بنزا وجون وان 2000، كل دول اللي انت زرعته يا مجلس يا حسين لبيب هتحصده. ما تقوليش ده أصل مشاكل وقلق. مهم يعني. كان في بعض الناس من نادي الزمالك بيشوهوا صوره الراجل قبل ما يرحل، وبيقول لك منهم ميدو اللي طلع في برنامج اوضه اللبس على قناه النهار وقال لك يانيك فيريرا وبعدين بقى قال لك هو حامل حمى ميدو، وواحد زملكاوي قال له لا انا عنتر يا عنتره ومش عارف، قال له لا ده يانيك فيريرا ميدو مين؟ ده يانيك فيريرا قعد مع لاعيبه الزمالك وقال لهم يتمردوا وما يجوش التدريبات بسبب المستحقات المتاخره. بس في كابتن جدع كده من كباتن نادي الزمالك قال للعيبه لا احنا مش هنمشي ورا كلام يانيك فيريرا. ميدو يكذب على المدرب، فالمدرب طلع مع احمد شوبير قال لك ما طلبتش من لاعبي الزمالك التمرد بسبب المستحقات الماديه كما ردد البعض، وقال ان احنا كنا نتدرب في ظروف سيئه. على سبيل المثال، قول يا عم سبيل المثال مش الحصري يعني، ده مش كل حاجه، ده حاجه على سبيل المثال. قال لك ماتش الاهلي، شوف بقى الكارثه، شوف الفضيحه. ماتش الاهلي
ما قدرناش نستخدم الفيديو لتحليل الخصم. يعني المدربين والانديه وبتاع بيبقى في منصات كده متخصصه في تحليل المباريات او او نادي معين، نقاط قوه نقاط ضعف، نبص نشوف. الانديه بتبقى مشتركه مثلا مع هذه المنصه وبتاع. قال لك ما قدرناش نستخدم الفيديو لتحليل المنافس. ليه يا عم؟ قال لك بسبب رفض الشركه المسؤوله، الشركه اللي احنا متعاقدين معاها، رفضت، والمسؤوله عن هذه الخدمه رفضت ان احنا نستخدم الخدمه بسبب ايه؟ المستحقات الماليه المتاخره لهذه الشركه. كل حاجه فضيحه، قاعدين بس ايه، بناكل وبنشرب و100,000 جنيه زي ما قال احمد جلال ويبقى دين. احمد جلال قال لك راحوا كلوا وشربوا ب100,000 جنيه، وهشام نصر اللي دفع وقال لك طب هنصرفهم ايه؟ قال لك تعالى نديهم لك قرض حسن على الناس. ده كلام قاله صاحبي احمد جلال. بالنسبه ايضا يانيك فيريرا اتكلم عن التدريب خارج نادي الزمالك. ليه انا اتدرب خارج نادي الزمالك في مكان كمان بالنسبه ليانيك فيريرا وقال لك غير صالح اساسا للتدريب، يعني كان مكان سيء بالنسبه لنا يعني. قال لك ايه يانيك فيريرا؟ كان هناك اصرار على التدريب خارج نادي الزمالك، والقرار ليس قرار مش بتاعي، قرار مش بتاعي، بتاع مجلس الاداره ماشي، بتاع يا جون ادوارد ماشي، على الرغم ان المكان اللي رايحين يتدربوا فيه ده بيدفع له فلوس. اعتقد كان الدفاع الجوي، ملعب الدفاع الجوي بيأجروه وبيدفعوا فلوس، في حين ان انت في نادي، يعني اللي بتقول ما معيش فلوس، في حين ان انت في نادي الزمالك مش تدفع حاجه. قال لك ايه؟ كان هناك اصرار على التدريب خارج نادي الزمالك، والقرار ليس قرار، والملعب اللي اتدربنا عليه كان سيء سيء سيء، لم يكن به صالة العاب رياضيه، ما كانش فيه صالة العاب رياضيه مناسبه. وكنا بنحاول ندبر كراسي نقعد عليه، بعض المقاعد يعني، وحتى مكتب العمل، المكان اللي احنا بنكتب فيه، المكان اللي احنا بنقعد فيه كمكتب نراجع نعمل حاجه بتاع مكتب العمل، كمكاتب العمل كانت غير ملائمه. فضيحه، فضيحه بكل المقاييس. لكن جمهور نادي الزمالك ساب القصه وساب يانيك فيريرا وساب الفضيحه وراح ماسك في رقبه احمد شوبير. انت بتشوه نادي الزمالك، انت بتكره نادي الزمالك، انت اس الفتنه. يابا هو صنع الحدث ولا نقل الحدث؟ زي ماتش شغال، هل هو اللي بيلعب وهو اللي بينظم وهو اللي بيعمل، ولا هو الاشاره بتاعه البث اللي جايبه لك القناه تتفرج عليها والماتش تتفرج عليه؟ هو اشاره البث، لكن الحدث مش هو اللي صنع الحدث ما بين يانيك فيريرا وجون ادوارد ونادي الزمالك. هو نقل لك الصوره، المفروض تقول له متشكرين نورتنا وعرفتنا ايه اللي بيدور نادي، لكن لا. دائما مبدأ هذه الجماهير ما لناش دعوه باللي حصل، اردم على الكلام ده، مش عارف، ما تخليش صورتنا، انت هدفك اتهامات جاهزه يعني. خالد الغندور والكلام عن احمد سيد زيزو. خالد الغندور وحديثه عن زيزو، قال لك زيزو، الكلام ده قلناه قبل كده وحاجه مش جديده يعني، بس المشكله في هذا الامر هي لجنه شؤون اللاعبين، يعني المسؤوله عن القرار الخاص بشكوى زيزو وشكوى نادي الزمالك. كل شويه عماله تاجل لصالح نادي الزمالك، لان الزمالك لو طلع دلوقتي القرار ضد نادي الزمالك مش معاه فلوس يديها لزيزو، فزيزو هياخد القرار يطلع يشتكي عن نادي الزمالك هيجي له ايقاف قيد. فاتحاد الكوره بيدلع نادي الزمالك نماطل شويه لحد ما تشوف تسوق اموركم، ويمكن اي حاجه تحصل كلام ده. فالمهم خالد الغندور قال لك زيزو اثبت بالمستندات التي قدمها لاتحاد الكره احقيته بالحصول على مبالغ ماليه من الزمالك، بحقيته بالحصول على يعني ليه فلوس عند نادي الزمالك بالمستندات. قال لك وتم التاكد من قانونيه موقف اللاعب، ولجنه شؤون اللاعبين قالت ان الزمالك ما قدرش يثبت موقفه، والزمالك لم يقدم ما يثبت تورط زيزو في التوقيع للاهلي قبل نهايه عقده مع الزمالك. خلال الايام القادمه سيصدر قرار لصالح زيزو. امتى بقى؟ ما احنا عارفين ان القرار هيصدر لصالح زيزو، بقى لنا شهر قلنا هذا الكلام، وقبل الشهر كان لجنه شؤون اللاعبين، رغم ان الزمالك هو اللي كان تقدم الشكوى ولجنه شؤون اللاعبين سمع لمحامي الزمالك، وبعد كده سمعوا لزيزو، الاستاذ اشرف عبد العزيز كان موجود معاه، المفروض يطلع القرار. قال لك لا والله نادي الزمالك طلب تاجيل شهر عشان عنده مستندات هيقدم، فاجلوا له شهر. شهر خلص ومفيش حاجه اتقدمت والقرار لسه ما طلعش. فامتى بقى القرار ده اللي زيزو هياخد
خلاص. لكن برضه يعتبر هذا الكلام تجديد. ميدو في برنامجه بتاع اوضه اللبس ده، هذا الراجل قال لك لا، على يدي على يدي، كنت كان هنا، زيزو كان هنا، وحسين لبيب كان هنا. قال لك العقد بتاع زيزو ما فيهوش احقيه، مش عارف، ملوش فلوس، بالعكس الزمالك هو اللي فلوس اي كلام بيردده برضه نفس الكلام اللي قاله ميدو. ما هو ميدو قبل كده قال لك انا لجنه وباخد النادي الزمالك في الاعلام يعني. عمرو اديب عمرو اديب بيقول لك بقى ناخد قفش من النادي الاهلي، ناخد قفشه ونستغل الحاله اللي فيها النادي الاهلي فيما يخص الزخم واللعيبه الكتير اللي عنده بقى، ونقلب النادي الاهلي في اي حاجه. قال لك ممكن بقى يا عمرو اديب، ممكن بقى لو فعلا قفشه هيسيب الاهلي نعربن عليه. يا جدع انت لاقي يا عم انت لاقي تدفع خدمه بتاعت الشركه بتاعت يمكن كمان ما معكش تدفع اشتراك النت في نادي الزمالك يعني. قال لك ممكن بقى وممكن يانيك فيريرا كان يقصد بدل الشركه، يقصد ان الزمالك الشركه شغاله بس النت ما فيش. قال لك ممكن بقى لو فعلا قفشه هيسيب الاهلي نعربن عليه من دلوقتي ونلبسه الفانيلا البيضاء. قفشه ده ستايل الزمالك، الفن والهندسه والمزاج. انا خايف تعمل زي عمرو الدردير يا عمرو يا اديب وتقول والله يجي يوم القفشه يوم 27 يوم القضيه، ونقول نحتفل احنا بقى، نعمل فيها من كندهار، ولا نعمل فيها منقلب، ونعمل فيها ان احنا مش واخدين بالنا، ونحتفل بالقضيه بقى ما هو قفشه بتاعنا، ما هو قفشه ابننا. دلوقتي مثلا لو لبس الفانيلا البيضاء بقى زملكاوي، يبقى الزمالك يحتفل بالقضيه يعني. نحتفل بالله وننسى بقى، محدش حافل عليه تاني. قفشه ده ستايل الزمالك، الفني والهندسه والمزاج. فليكن قفشه زملكاوي، ونرجع نستفيد من اكتظاظ الاهلي بلاعبيه والفلوس والامكانيات والاراضي والرعايات وكده، والنبي يقعد لنا في حته ناشفه، عشان الحته اللي انت موجود فيها بقت مبلوله خالص يا عمرو يا اديب. يعني تحلموا احلام غريبه، احلام اليقظه. الكابتن محمد رمضان كان موجود مع الكابتن شوقي، اتكلم كلام مهم وكلام مش جديد يعني. الكلام المهم اللي قاله عن قصة عمرو السولية. عمرو السولية كان طلع من كام يوم واتكلم عن نادي الأهلي، وإنه لم ينال التقدير المناسب من النادي الأهلي، ومشي بطريقة غير مش عارف إيه، وكنت عايز ألعب في كأس العالم للأندية والنادي الأهلي عاملني أو اتعاملت بطريقة ما فيهاش تقدير ولا احترام ليا ولا. طلع في البودكاست اللي عمله يعني بيقول لك الاهلي انا مشيت بطريقه غير لائقه. لا، كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي في هذا التوقيت كذب عمرو السوليه. قال النادي الاهلي عرض على عمرو السوليه انه يجدد لمده سنه مع النادي الاهلي. تعالى يا عموره جدد للنادي الاهلي لمده سنه. فعمرو السوليه قال لك يا سنتين يا بلاش. يا عم انت هتجدد معانا سنه وهتلعب الموسم اللي احنا فيه ده، يعني هتشارك في كاس العالم، تبقى موجود في كاس العالم وكل الامور طبيعيه. لا 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 سنتين والا بلاش. يا عم هي سنه وبعد كده ربنا يسلمها، انت اصاباتك كتيره في الفتره الاخيره دي مشكله، لو لعبت بنسبه كذا ممكن نجدد السنه. لا سنتين يا بلاش. ده عمرو السوليه بيقول لك الاهلي لم يحترم ولم يقدر التاريخ ولم ومشوني، كنت عايز اكمل كاس. وبعدين قال لك ايه، عندي كمان عروض سنتين ولا بلاش وخلاص. يا اما انا عندي عروض في الخليج والكلام ده كله. قال لك عمرو السوليه هو من رفض تجديد تعاقده مع النادي الاهلي، وقال كابتن محمد رمضان طلبت منه انه يجدد عقده سنه، لكن هو اصر على سنتين، كمان قال لي عنده عروض من بره. هذا الشخص انا لا اكذبه، ممكن تختلف على شخصيه كابتن محمد رمضان، لكن هذا الراجل مش كذاب يعني. كمان اتكلم عن النادي الاهلي ولجنه الكره، والكلام ده قلنا احنا برضه وطرحناه، ازاي في مدير رياضي هو المسؤول عن كل شيء، وعندك مدير كوره ورايها استشاري ما تستفيدش منها باي حاجه. قال لك لا يصح وجود لجنه تخطيط، من وجهه نظره لا يصح وجود لجنه تخطيط للنادي الاهلي في وجود مدير رياضي. وقال لك انا مش هرجع اشتغل تاني في الكره، لن اعود للعمل مجددا في كره القدم. شغال بقى عنده مطاعم ومحلات سمك وبتاع ومش عارف ايه، ربنا يقول. قال لك ايه، قرار الاستغناء عن علي معلول كان قرار صحيح. شوبير هو اللي طلع قبل كده في البرنامج بتاعه على الاذاعه من يومين ثلاثه، قال لك كنت اتمنى ان علي معلول يكمل، واتصور ان النادي الاهلي
كان متسرعا في الاستغناء عن علي معلول، كان ممكن يكمل هذا الموسم. فمحمد رمضان مع الكابتن شوبير بيقول لك ايه، الكابتن محمد رمضان قال لك ايه، قرار الاستغناء عن علي معلول كان قرار صحيح. رجعنا نتكلم تاني عن موضوع كهرباء، قال لك تجاوز في حق كولر، وحاولت ان انا اسكته لكن هو زاد، كان بيعمل، قال لك لفظ، قال لما حاولت اسكته قال لفظ لا يقال، ما ينفعش يتقال، يعني قررت ان انا ارحله لمصر، واتخذ القرار دون الرجوع للكابتن محمود الخطيب. وقال لك كولر حصل توتر بيني وبين كولر في اول تواجدي في النادي الاهلي، لانه كان بيعمل كل حاجه في الكوره في النادي. لما انا جيت كابتن محمود الخطيب قال له الراجل ده هو مكاني في الكوره. وقال لك كولر قبل ما اجي كان مكتسح وحقق ارقام رائعه، لكن كان عندي احساس انا وسامي قمصان ومحمد شوقي ان هو بيعاند لحد اخر ماتش اللي هو صن داونز. رحنا عملنا نتيجه جيده بره 0-0، وكان آه، لينا اداء هجومي. يعني الراجل في الماتش العوده بقى حب يلعب مدافع، اتكلمنا معاه على الاقل نهاجم اول نص ساعه يعني، لكن كلنا حسينا انه بيعاند في الاختيارات والتكتيك يعني. ده كلام الكابتن محمد رمضان. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. شكرا على حسن المتابعة. منتظر تعليقاتكم على موضوعات اللي اتكلمنا فيها، موضوع يانيك فيريرا، وكلام محمد رمضان وتجديده للسولية، وكلام خالد الغندور ولجنة شؤون اللاعبين، وهجوم جماهير نادي الزمالك على شوبير، وعمرو أديب عينه على قفشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.